يا ترى الشخص اللي انا اتخانقت معاه النهارده ده لسه بيفكر فيا؟ ده انا لسه جاي في دماغي حته رد دلوقتي، لو يرجع بينا الزمن تاني اكيد هقصف جبهته. طيب يا ترى حد شاف الوقعه اللي انا وقعتها النهارده وعملت نفسي عبيط؟ هل في حد كان مركز معايا اصلا؟ خلاص بقى يا مخي، كفايه تفكير بقى، عندي شغل الصبح وعايز انام. لا، هتفكر. هل انت اصلا لو كملت في الشغلانه التعبانه اللي انت فيها دلوقتي دي، هل هتقدر تحوش وتجيب العربيه اللي نفسك فيها؟ ولا هتقدر تحقق اي حاجه في حياتك بال 3000 جنيه اللي انت بتاخدهم دول؟ بس تصدق يا عقلي عندك حق، طلعت بتفهم والله. ينفع تسيبنا انام شويه بقى؟ ماشي يا عم، نام شويه، بس اعمل حسابك ان احنا لينا ميعاد تاني مع بعض. ازيك؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. اكيد الموقف ده بيحصل لك كل يوم، والاسئله الغريبه والمتعبه دي مش بتخليك تعرف تنام، والتفكير بقى في مستقبلك والمواقف المحرجه اللي حصلت لك على مدار اليوم، وطبعا التفكير فيها ما بيحلاش غير في وقت النوم. مش عارف ليه بصراحه. تفتكر بقى ليه الافكار دي بتجيلنا في وقت النوم تحديدا؟ الموضوع ده ليه عده اسباب، واول سبب فيهم وهو الهدوء. مخك بيشوف ان مفيش اي صوت بقى ولا اي تشويش، فبيبدأ بقى يطلع كل المعلومات والاحداث اللي حصلت معاك على مدار اليوم، ومش بس النهارده، لا، الايام اللي فاتوا كمان. وبيبدأ يرتب اليوم ويحل مشاكل قديمة ويفتح مواضيع جديدة واسئلة غريبة انت بتستغرب هي ليه بتيجي في دماغك دلوقتي، يعني اشمعنى دلوقتي؟ علشان الهدوء ده بيساعد مخك انه يفكر احسن بكتير من الدوشة. وتاني سبب وهو زيادة نشاط الجزء اللي في مخك المسؤول عن التفكير العميق، وده الجزء المسؤول عن الأحلام والتخيل، فبيبدأ يشتغل بقى والأفكار بتكون غريبة شوية ومش منطقية. وكمان مخك بيبدأ يراجع الذكريات القديمة والمواقف المحرجة اللي حصلت لك في حياتك. فالتفكير قبل النوم ده حاجة طبيعية جدا وعادي إن هي تحصل لك، لأن عقلك بيبدأ يرتب اليوم ويشوف إيه المعلومات المهمة والأحداث المهمة ويحطها في الذاكرة عندك، وإيه الأحداث أو المعلومات اللي ملهاش لازمة ومش مهمة فبيرميها. واخر حاجة بقى عايز اقولها لك، انك تجهز الردود اللي انت هتقولها في الخناقة بعد كده، علشان ما تقعدش تفكر فيها وتقول يا ريتني وتتعبنا معاك. وبس كده يا سيدي، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. سلام.